السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة ميمي. في هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض هذه لا ميني بياس مونتي بذوق الشوكولا. راح نوريكم كيفاش نجهزوا لا جينواز ونتعاملوا مع كريمه الشونتيي بالطريقه الصحيحه وكيف نلونوها، واكيد طريقه التمليس. حتشوفوا معايا كيفاش نديروا المونتاج بسيط وسهل يساعد حتى المبتدئات باش يتعلموا تحضير الكيك خطوه بخطوه. وزياده على ذلك راح نشارككم طريقه التزيين. تابعوا للنهايه وركزوا معايا في التفاصيل. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خليوا لي جيم وكومنتير ندعمكم يشجعني باش نقدم لكم الاكثر. ودوك نبداو بالوصفه. اول حاجه حنحضروها هي لا جينواز اللي حنديروا فيها 6 بيض ونفصلوا فيها الصفار عن البياض ونطلعوا البياض تاعنا ب 50 غرام تاع سكر عادي مع قرصه ملح. واهم حاجه واللي لازم تتاكدوا منها باش يطلع لكم البيض لازم الغيسيبيون والفوي في زوج يكونوا ناشفين. ونعاودوا نولوا للصفار تاعنا ونطلعوهم ب 100 غرام تاع سكر عادي واللي نحطوها على 3 دفعات ونطلعوهم بالباتر حتى الصفار يتغير اللون تاعو للون الابيض. كما تقدروا نتوما تستعملوا البيتخام. بعد ما طلع لنا صفار البيض نروحوا نحو منه كميه صغيره ونضيفوا لها 24 مليلتر تاع زيت. نخلطوا الخليط تاعنا جيدا حتى يندمج كامل الزيت في الخليط تاعنا ونضيفوهم للصفار اللي كنا طلعناه هكا باش الزيت ما تهبطلناش الصفار. هذه جينواز الورقه نعتمدها من بدايه المشروع تاعي، تجي بزاف خفيفه وبنينه وما تحتاج نشربوها بزاف. وبعدها نبداو نضيفوا في البياض اللي كنا طلعناه. والطريقه الصحيحه هي من اسفل للاعلى وهكا باش نحافظوا على الخفه تاع جينواز. ونكتب لكم كامل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وبالمناسبه حبيت نشكركم على دعمكم في اول فيديو حطيتوه وتعليقاتكم الايجابيه. النصائح اللي قدمتوها لي راني نقرا جميع تعليقاتكم ونجاوب عليهم. نحاول كيفاه نكون نشيطه اكثر وما نبخل عليكم بحتى وصفه طلبتوها مني. والان نمروا للنواشف تاعنا اللي فيها 90 غرام تاع فارينه، 30 غرام كاكاو بني نوعيه جيده، وكيس خميره الحلويات. واللي حبت لا جينواز تاعها فاني تكمل كامل الكميه بالفارينه، يعني دير 120 غرام فارينه مع كيس خميره الحلويات. فقط لازم ديري اضافه على فاني ملعقه كبيره في الصفار كي تكوني طلعي فيه. وبعدها نغربلو النواشف تاعنا فوق الخليط وايضا ندخلوهم من الاسفل للاعلى. وبعد ما نتاكدوا باللي النواشف تاعنا كامل دخلوا في الخليط نديرهم في صينيه للابعاد تاعها 30 على 40 سنتيم. نمشوها في السنيوه ونسويو السطح باش يكونوا كامل الاطراف على نفس المستوى. ندخلوها في الفرن اللي يكون مسخن على 160 درجه لمده 4 ساعات. لازم حتى ندخلوا الموس ويخرج لنا ناشف. هذه الميني بياس مونتي احتاجت لي ورقه ونصف من لا جينواز، يعني تعودوا نفس الوصفه بنفس الخطوات ولكن كلش تقسموا على 2. والسنيوه اللي تخدموا بها تكون اصغر. ولكن كانت عندي طلبيه واحده اخرى تاع ميني كيك ولهذا خدمت ورقتين مباشره. نمروا لثاني مرحله واللي هي غاناج مونتي شوكولا اولي. القاعده تقول كميه الشوكولا الضعف تاعها كميه لا كريم فريش. وهنا يستعمل 300 غرام تاع شوكولا بالحليب مع 600 مليلتر تاع كريم فريش. كاين عده طرق للغاناج وانا الطريقه اللي نستعملها انه نقطع الشوكولا قطع صغيره. وفي هذه الحاله كميه لا كريم فريش اللي سخنتها كانت 400 مليلتر. الكريم فريش تاعي وهي سخونه خلطت الخليط جيدا حتى ذابت لي كامل الشوكولا. وبعدها استعملت البغا باش نتاكد ان قطع الشوكولا ذابت تماما. ونكملوا الكميه. هنا زدت لها 200 مليلتر تاع لا كريم فريش تكون بارده. وهكا نكونوا كملنا غاناج مونتي اللي استعملنا فيه 300 غرام تاع شوكولا بالحليب مع 600 مليلتر تاع لا كريم. والمشكله اللي ما تخليش الغاناج مونتي تاعكم ينجح هي نوعيه لا كريم فريش. استعملت هنايا لومبرانت، ولكن اهم حاجه انكم تعرفوا عند من تشروها لان طريقه التخزين تاعها هي تخليها تخسر. ونغطوها بفيلم اون كونتاكت ونخلوها في الفريجيدير ليله كامله ولا في الكونجيلاتور 4 ساعات. ونروحوا نوجدوا السيرو اللي فيه كاس سكر مع 2 كيسان تاع ماء نخلوهم يغلوا حوالي 4 ساعه ونطفوا عليهم. وكنت وجدت في اليوم الاول لا جينواز الغاناج مونتي والسيرو. وفي اليوم الثاني باش بديت ندير في المونتاج تاع الكيك. هذا هو الغاناج بعد ما بات ليله كامله في الفريجيدير. نبداو نطلعوا فيه بالباتور بسرعه منخفضه بعد كي بدا يطلع لنا باش نزيدوا له في السرعه. وغير نلحقوا القوام الكريمي نحبسوا لان الغاناج مونتي اذا طلعناه فوق حده تنفصل الشوكولا على لا كريم. وهذا هو القوام المطلوب. هذه الكريمه حنستعملها بين الطبقات وانتم تقدروا تستعملوها للتغليف. بزاف بنينه وصراحه يطلبوها مني بزاف لي كوموند. وخلوا لي في التعليقات اذا حبيتوا تشوفوا معايا كريمات جديده، غاناج مونتي شوكولا سوداء، غاناج مونتي شوكولا بيضاء واذواق اخرى. والان نمروا لاهم مرحله وهي طريقه المونتاج. بما انه الطلبيه كانت ميني بياس مونتي استعملت فيها 2 سيرسو، واحد القطر تاعو 12 سنتيم والكيك بورد الخاص به 15 سنتيم والاخر 15 سنتيم والكيك بورد استعملتها 22 سنتيم. وبما انه الوصفه اللي حضرناها جينواز الورق اللي سيرسو تاعنا حنقطعوا بهم لا جينواز ونستعملوهم للمونتاج. وهنا بديت نقطع في لا جينواز تاعي بعد ما ريحت لي لا كامله. الكيك الاول اللي جي في القاعده استعملت فيه 4 طبقات من الجينواز، اما الكيك الثاني اللي يجي من الفوق درت فيه 3 طبقات من الجينواز. حاولوا تقطعوا لا جينواز تاعكم بطريقه ذكيه باش ما يقعدوا لكمش لي شوت. كما نقدروا نستغلوا لي شوت كطبقه ونستعملوهم في الوسط ولا حتى تخدموا بهم تحليه
تحليه الكؤوس. واذا جزء من العجينه صاب لكم بزاف حاولوا تنحوه بالموس باش ما يدير لكمش ذوق مر في الكيك تاعكم. ونبداو بالمونتاج تاع الكيك الاول اللي القطر تاعو 15 سنتيمتر. وحنستعمل بابي غيتار اللي يساعدني ويساعدكم في المونتاج خاصه المبتدئات باش ما يلصقش الكيك في السيرسو، ما تضطروش تذوبوه باش تنحوه. السعر تاعو 8000 الورقه ومتواجد حتى بالمترا وتلقاوه عندي بيعو لوازم الحلويات. وبالنسبه لي سيرسو صراحه عندي بزاف ملي شيتهم من بدايه مشروعي. اكيد الاسعار تكون تغيرت ولكن نحاول نبدل لكم الاسعار اللي نعرف. وهذه هي النتيجه النهائيه لاجينواز بعد ما قطعتهم. صراحه عندي بزاف وصفات على جينواز ولكن هذه هي افضل وصفه بدون محسن نعتمدها في الورشات الحضوريه. اهم حاجه تجي خفيفه حتى ما تشربوهاش بزاف. نبداو في المونتاج تاعنا. والطبقه الاولى نحطوها من هذه الجهه اللي تشرب السيرو. وهنا الارتفاع تاع بابي غيتار كان بزاف طويل نقصت له على حساب الكيك. وحاولت نقرب لكم لا فيديو باش تبان لكم طريقه المونتاج اكثر. وهنايا انا نبيبيو لا جينواز تاعنا بالسيرو اللي كنا حضرناه. ونبداو نديرو في لاغاناج مونتي في الاطراف ونخلوها شويه عاليه وبعدها نديرو كميه صغيره في الوسط. وللاسف نحذف لي لا فيديو كيما درت الغاناج في الوسط ولكن حتبان لكم الطريقه في الطبقات الاخرى. نديرو الفوغاج في الوسط على حسب لا دوموند دو لا كليونت. وكانت حبتها بالجوز كراميل بانان شوكولا بوينو. والطبقه الاولى حطيت فيها الجوز اللي كسرته غير بيديا باش الذوق تاعو يكون باين في الكيك. وزدت لها شوكولا بوينو. قبل ما نحط الطبقه الثانيه من لا جينواز درت في الوسط شويه من الغاناج هكا باش نتاكد من ثبات الطبقات. حاولوا فقط ما تشربوش الطبقه الاولى بزاف باش القاعده تبقى متماسكه والشكل النهائي يبقى ثابت. نكملوا بنفس الطريقه جميع الطبقات. نبيبيو لا جينواز تاعنا نحطوا الكريمه مع الحشو شويه كريمه ونعاودوا نديروا لا جينواز. الطبقه الثانيه درت فيها بانان مع شوكولا بوينو. اخر طبقه كنت درت فيها الجوز مع الكراميل. وكملت المونتاج بنفس الطريقه. وبعد ما نشربوا اخر طبقه من الكيك نغطوها جيدا بابي فيلم باش ما تشدناش الكريمه ريحه الفريجيدير. نمروا لثاني كيك اللي استعملت فيه سيرسو الارتفاع تاعو صغير ولكن بابي غيتار في هذه الحاله يساعدني باش نعلي الكيك كيما نسبقوا نحطوا لا جينواز تاعنا داخل المول ومن بعد ندخلوا البابي غيتار بهذه الطريقه. نكملوا الطبقات كيما خدمناهم في الكيك الاول. بصراحه كان تحدي كبير نصور ونحضر الطلبيه خاصه مع ضيق الوقت ولكن حاولت نوثق لكم جميع المراحل وان شاء الله تكون الطريقه مفهومه وواضحه. وبالنسبه لي سقساوني على وصفه الكراميل حطيت لكم ريل في الانستغرام وايضا في قناه اليوتيوب. خلوا لي في التعليقات الوصفه اللي حابين تشوفوها معايا الخطره الجايه. وبعد ما كملت المونتاج تاع الكيك غلفتهم جيدا بابي فيلم خليتهم في الفريجيدير ليله كامله. وقبل التزيين بساعه درتو في الكونجيلاتور باش يجيني ساهل في التزيين. ما تقدروا تخلوه في الكونجيلاتور 3 ساعات وتبداو مباشره في التزيين ولكن بالنسبه لي نحب نخليه في الفريجيدير يبات ليله كامله تخلطوا جميع الاذواق مع بعضهم في الطبقات. وفي اليوم الثالث والاخير من تحضير الكيك اللي حنديروا فيه التزيين عملت فيه 2 كيسان تاع شونتيي مع 2 كيسان تاع ماء. يعني كميه الشونتيي درت نفسها كميه الماء وبالاضافه على ذلك نزيد لها ملعقتين تاع شونتيي هكا باش القوام الشونتيي يكون متماسك. بالنسبه للماء هنايا ما استعملتش الماء البارد استعملت ماء في درجه حراره الغرفه لان المشكله اللي تخلي الشونتيي يذوب لكم ما تجيش متماسكه. طلعوها بالماء البارد وتخلوها في درجه حراره الغرفه تعاود تذوب لكم خاصه في فصل الصيف. بالنسبه لي واجهوا مشكله الحبيبات في لا شونتيي هذاك عباره عن سكر دليل على ان لا شونتيي اللي استعملتوها عيانه حاولوا تبدلوها بشونتيي احسن منها خاصه وحتستعملوها للتغليف. نكتب لكم النوعيه الجيده حاليا في الاسواق في صندوق الوصف. بعد ما طلعت لنا لا شونتيي نمروا لطريقه تلوينها ونبداو بلا مارك الاولى واللي هي دكتور غوست. وهذا هو افضل ملون تقدروا تلونوا به الكريمات والسعر تاعو في الحجم الكبير بين 80 و 85 الف اما الحجم الصغير 60 الف. ولا ماركه الثانيه غرافت ماجيك سعر تاعها 38 الف جد مناسب لاصحاب المشاريع. كم الملونات اللي حنمده لكم في هذه الفيديو عباره عن ملونات جل. وثالث مارك اللي هي فروندول خاصه بلي ماكارون نستعملوها ثاني الكريمات مد نتيجه جيده والسعر تاعو 35 الف. واخر مارك نقدر ننصحكم بها واللي هي ماجيك كيك السعر تاعها 22 الف. نستعمل معاكم غرافت ماجيك باش تشوفوا النتيجه تاعو كيفاش تكون. بما انه الكيك فيه تدرجات اللون الاصفر حنبدا باول كميه ونلونها باللون الاصفر الفاتح قطرات فقط باش نتحصل على اللون المطلوب وانتم تقدروا تتحكموا باللون اللي حبيتوه. نخلطوه بالباتور ونحاول دائما نجبد اللون الابيض اللي يكون من تحتها باش اللون يندمج ليه كليا. قبل ما نهضروا على طريقه تمنيس الكيك نهضروا على لي سباتول اللي لازم نخدموا بهم. كاينه هذه تاع الحديد وهذو زوج تاع بلاستيك وهذه هي اللي حنخدموا بها اللي تكون مستقيمه من الاسفل. ما نخدموش بهذه اللي تكون دائريه لانها مش حتحكم لنا كامل الكيك عكس هذه لاسباتول اللي حتحكم لنا الكيك من الاسفل ومنش حنصيبوا معها صعوبه في تغليف الكيك. وقبل ما نبدا التغليف ندير دعامات في الكيك الاول اللي يكون من الاسفل وهكا نتاكدوا بلي لا ميني بياس مونتي ما حيصير لها والو. درت فيها 3 دعامات على حسب ارتفاع الكيك وحطيتهم قبل ما نحي سيرسو. وبما انه استعملت بابي غيتار حنحي سيرسو بكل سهوله بلا ما نضطر نذوب الكيك تاعي. حتى البابي غيتار يتنحى لي بكل سهوله
وهذه هي النتيجة بعد ما نحيناه. وبعد ما درنا كريمة شونتي في البوش نبداو نحطو فيها في الاطراف بهذه الطريقة، وبلاطو تورنون في هذه المرحلة يساعدنا بزاف. ونكملو كريمة شونتي حتى للسطح ونبداو نليسيو في الكيك. وهذه المرحلة لازم لها شوية صبر مع تركيز باش تخرج النتيجة النهائية جيدة. وين نشوف كاين فراغات نحاول نملأهم بكمية اخرى تاع الكريمة. وباش نتحصلوا على طبقة ملساء نحكموا الأداة تاع التمليس هذه اللي جاية من الحديد، نحطوها في ماء ساخن جدا ونشفوها، ولا نحطوها فوق النار ولا حتى نسخنوها بشالومون، وتمد لنا نتيجة رائعة وطبقة جد ملساء. وقبل ما نبدا التمليس في الكيك الثاني اللي حنستعمل فيه نفس الطريقة، نحيلو الكيك بورد اللي كان القطر تاعو 15 سنتيم ونديرلو ثقب في الوسط، وندير فيه هذا الكوردون اللي يخلي لي الكيك الاول ثابت مع الكيك الثاني. ومن الاحسن هذه الخطوة ديروها في البداية قبل ما ديروا المونتاج تاع الكيك. انا فقط كنت نسيتها ودرتها في هذه المرحلة. كي نحيت بابي جيتا خرجت لي الكراميل، نحيتها شوية باش كملت التمليس بنفس الطريقة تاع الكيك الاول، وخليتهم حوالي ساعة في الفريجيدار. وبما انه الكيك بورد راهو سويسو مع الكيك، الكوردون اللي درنا حيسهل لنا باش نرفدوها. ونتمنى الطريقة اللي رفدت بها الكيك وكل المراحل راهم واضحين. الزبونة كانت طلبت مني تدرجات اللون الاصفر، حكمت كريمة شونتيي اللي قعدت لي ولونتها بتدريجتين مختلفتين من نفس اللون. فقط كان لازم عليا نزيد كمية من الكولورون حتى نوصل لدرجة اللون اللي حبيتها. وحنشارك معكم طريقة التزيين والعدوي اللي استعملتهم وكيف شكلت بهم. وهذا هو شكل العدوي الاول، الرقم تاعو 2D. تقدروا ديروا به عدة تشكيلات، يعني تتفنوا به. حنوريكم عدة اشكال وان شاء الله الطريقة تكون واضحة في الفيديو. ديروهم في الاطراف ولا تقدروا ما تزينوا بهم الكيك تاعكم من الفوق. وللشكل الثاني نستعملوا حركات دائرية، وما حبيتش نسرع لكم الفيديو في هذه المرحلة باش الطريقة تكون واضحة ومفهومة. وكامل هذو الاشكال استعملتهم بنفس العدوي. تاكدوا فقط بلي الثقوب راهي خارجة والبوش قطعتوه مليح. وحاولوا ديروا كيما انا، ما تجربوش مباشرة فوق الكيك حتى تعرفوا البوش تاعكم كيفاش يخرج لكم الاشكال. وبالنسبة لهذا العدوي لا يحتوي على اي اسم او رقم، من النوعية الصغيرة الخاص بالميني كيك، ويحتوي على 4 فتحات غير متساوية. نقدر نديروا بهذا الشكل اللي راه واضح في الفيديو، ولا حتى نشكلوا به الورقة. ونمروا لاخر مرحله اللي حنديروا فيها المونتاج والتزيين. ورفدت الكيك تاعي بهذه الطريقه وشديته ثاني من الكوردون وحطيته في الوسط، وكيما هنايا خرج لي الكوردون من الفوق، عاود طلعته قسمته وعاود رجعته. والتزيين كان بالوان مختلفه على لون الكيك، واستعملت هذا اللون في القاعده بلادوي 2D في كامل جوانب الكيك. مع ضيق الوقت والتركيز في التصوير ما حطيتش الكيك الفوقاني في الوسط، ولكن حاولوا نتوما باش تخلوا الكيك تاعكم في الوسط. وباش ما نبقاش نقلف الكريمه وانا نستعمل فيه العدوي جديد، ديروا العدوي في البوش ونحطوا البوش مباشره داخل البوش الجديد. وهذا التزيين اللي حنديروه بين الكيكه الاولى والكيكه الثانيه. وبعد ما كملت تزيين الكيك كامل بكريمه الشونتيي، وزعت فوقها الورود اللي كنت خدمتهم بعجينه السكر، وشاركتكم الطريقه اللي خدمتهم بها في ريل انستغرام، تلقاوه هنايا ثاني في اليوتيوب. وتقدروا تشوفوا النتيجه النهائيه والالوان اللي بانت بوضوح فوق طاوله الزبونه بعد ما صورتها لي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جربوها وبحثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام، وخلوا لي رايكم في الفيديو والنتيجه النهائيه. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع وصفه جديده.